السلام عليكم. لو عايز تعيش حياة صحية سليمة، تعالى أقول لك إيه أكتر حاجة بتدمر الحياة الصحية. أكتر حاجة بتدمر الحياة الصحية sedentary lifestyle، يعني الحياة الخاملة اللي ما فيهاش حركة، اللي فيها روتين فقط. يعني تقوم من النوم، تروح الشغل، تقعد على مكتب، تروح تنام، أو تقعد في البيت، تقوم من النوم، تروح الشغل، تقعد على مكتب. هذه هي السيتر لايف أو الحياة الخاملة اللي ما فيهاش حركة وما فيهاش جري دم. الحياة دي مضرة جدا 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 لأبعد الحدود. الحياة دي مضرة للقلب، مضرة للشرايين، مضرة للمخ، مضرة للحالة النفسية، مضرة للحالة المزاجية. بتزود الدهون في الدم، بتزود الدهون في منطقة البطن، بتقلل الحرق، بتعمل دهون على الكبد. والحل انك تكسر الكاسكيد ده او الحياة النمطية دي وتتحرك. الحل انك تتحرك. الجمعية الامريكية لامراض القلب بتقول ان المشي نص ساعة يوميا لمدة 5 ايام في الاسبوع مهم للحفاظ على قلب سليم. فمش هوصيك اتحرك وقوم امشي كل يوم حفاظا على قلبك وحالتك النفسية، بالذات في الوقت اللي احنا فيه ده. الحالة النفسية وحشة جدا عند معظم الناس، والحالة النفسية دي أساس أمراض كتير جدا برضه. فبالله عليك قوم اتحرك.